ناصر الزفزافي شاب من الحسيمة ولا معروف في المغرب كامل بعد ما بان مع حراك الريف سنة 2016. كان كيهضر بصوت قوي، كيواجه المسؤولين بكلام مباشر، وكيطالب حقوق الساكنة، الصحة، التعليم، فرص الشغل والكرامة. الآلاف من الناس تلفوا حوله ودار صدى كبير داخل وخارج المغرب، ولا رمز لواحد المرحلة المهمة من تاريخ الاحتجاجات السلمية في بلادنا. ولكن في 2017 تبدل كل شيء ملي تشد هو وعدد من رفاقه وسط حملة اعتقالات كبيرة. المحاكمة ديالو دارت جدل واسع، والأحكام كانت قاسية بزاف، وصلت حتى 20 عام ديال الحبس. هاد الحكم صدم بزاف ديال المغاربة وخلى النقاش باقي مفتوح لليوم. دازت السنوات والزفزافي بقى ورا القضبان كرمز لحراك الريف، لكن مؤخرا المغرب عاش واحد اللحظة حزينة بزاف، وفاة والد ناصر الزفزافي. السلطات سمحت ليه يخرج مؤقت من السجن باش يحضر عزاء والده ويلقى العائلة ديالو في واحد المشهد مؤثر بزاف. الصورة ديال ناصر خارج من الحبس وسط دموع العائلة أثرت في الرأي العام المغربي كامل. مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالتعليقات والتضامن، وتعالت أصوات كالطالب بإطلاق سراحه النهائي وطي هذا الملف. الحدث زاد رجع النقاش حول مصير معتقلي الريف، واش غادي يجي نهار ويتفتح باب جديد للمصالحة.